للتذكير فقط، لأنه هذا الحوار وهذه الندوة إذا صح تسميتها بندوة هي واحدة من ضمن سلسلة ندوات وحوارات تقوم رابطة الصحفيين السوريين بالعمل عليها مع المشتغلين بالشأن العام السوري، سواء كانوا مثقفين أو كتاب أو سياسيين أو إعلاميين. وطبعا هوشنغ أوسي هو أحد العاملين والمشتغلين في الشأن السوري في مجالي الإعلام والكتابة. هوشنغ أوسي، اسمح لي أقدمك ولو بطريقة بسيطة وسريعة، بعدين أترك لك المجال تقدم حالك للأصدقاء والصديقات جميعا. هوشنغ أوسي صديق صحفي كاتب من مواليد الدرباسية شمال شرق سوريا، ومقيم الآن وحاليا في بلجيكا. صدرت له 9 دواوين شعرية بالإضافة لروايتين. أخذ أو حصل أو نال مؤخرا جائزة كتارة 2017 عن روايته، ذكرني بالاسم، وطأة اليقين. وطأة اليقين. وكرم أيضا في عن طريق اتحاد كتاب السوريين الكرد، كما كرم في كردستان. مجموعة تكريمات ومجموعة أنشطة يقوم بها هوشنغ أوسي. مساء الخير هوشنغ، وأترك لك المجال لتتكلم قليلا ثم أطرح الأسئلة. الصديقات العزيزات، الأصدقاء الأعزاء، تربطني بكم صداقة بالدرجة الأولى، والزمالة الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين بالدرجة الثانية، ومستويات أخرى من العلاقة، كوننا سوريين كأبناء بلد واحد، أبناء جرح واحد، وأبناء مهنة واحدة. لن أضيف يعني على ما تفضل به الزميل والصديق عزيز فايز، فقط للتعديل أو للتصويب لثلاث روايات. نعم. روايات، والرابعة على وشك الصدور أيضا في بيروت. الرواية التي فازت بكتارة كانت روايتي الأولى. أنا بطبيعة الحال وكبداية في حقل الكتابة شاعر، اتجهت للعمل الصحفي منذ مطلع 2000 في الصحافة الكردية، وبدأت أكتب في الصحافة العربية منذ 2004-2005 في الصحف اللبنانية، النهار، السفير، المستقبل، وفيما بعد في صحيفة الحياة. كتبت في الحياة بحدود 11 سنة تقريبا. ترجمت بعض المقالات للغة التركية وللغة الإنجليزية مقالاتي. كتبت كمان في حقل البحوث والدراسات، ويعني صدرت لي بعض دراسات سياسية في مجلات محكمة، منها مجلات قلمون ومنابر أخرى مصرية وعربية. شاركت في ملتقى الرواية العربية في مصر، في ملتقى الرواية العربية في مصر، في فلسطين، وشاركت في مهرجانات أدبية في بلجيكا، منها مهرجان باسابورتا الدولي في آذار الماضي، ونشاطات وملتقيات أخرى. يعني بالإضافة إلى الجانب المهني الصحفي، أميل أكثر إلى الكتابة الإبداعية، وأكتب في الشأن السياسي الكردي والسوري والتركي والشرق الأوسطي بشكل عام. وحاليا يعني منذ 10 سنوات أنا في بلجيكا، وأحمل جنسية هذا البلد. طبعا أنا في سوريا كنت من المجردين من الجنسية، الأكراد المجردين من الجنسية ومحروم من الحقوق المدنية. الآن يمكنني القول أني أتمتع بكامل حقوقي في بلدي الثاني بلجيكا. جميل جدا. طبعا بس للتذكير الأصدقاء المتواجدين واللي راح يتابعوا معنا البث، يمكن طرح الأسئلة من قبلكم من خلال كتابتها، وسأقوم أنا بطرحها على الزميل والصديق هوشنغ مباشرة.
هو شنقي السؤال اللي يخطر في بال أي يعني كاتب له أصدقاء كرد. دائما أنا أطرح هذا السؤال طبعا يعني بشكل أو بآخر، أنه هل تفضل أن يقال الكردي السوري أم السوري الكردي؟ ولماذا؟ لا طبعا أفضل أن وأنا أوقع مقالاتي يعني كاتب كردي سوري، لأنه هذا يعني التسلسل الطبيعي والمنطقي يعني في علم الأعراق والأجناس، في الحلقة الأولى من الهوية، هذا يعزز الجانب الوطني، على أنني أنسب كرديتي إلى المحيط السوري، على أنني واثق من أنه الجزئية الكردية هي جزئية أصيلة من اللوحة الوطنية السورية. فيعني لا يعني الأولويات، هاي الأولوية يعني منسجمة مع التنوع الحضاري الموجود في سوريا، التنوع الثقافي العرقي والقومي والديني والثقافي واللغوي، ومنسجم مع يعني طباع الأمور. يعني اختلاف الألسنة والألوان هي آية من آيات الله منصوص عليها في القرآن. لا يمكنني يعني تجاهل هذه المسألة الذي يعني أو النقطة، أو يعني أزيد يعني أو أرجح الجانب الوطني، أو مش ترجيح، يعني أجعلها في المرتبة الأولى، بالرغم من أنه طبعا هون أنا الأمور. خليني أقاطعك. يعني إذا بنقول أنه أنت تعترف أنت ككاتب، أو أنا يعني ك يعني انتساب عرقي للدولة السورية أو الوطن، فالمفروض نقول أنه سوري من أصول كردية، سوري من أصول عربية، سوري من أصول سريانية. وهذا صحيح يعني يعني في التوصيف الهوياتي، يعني يقال في الهوية التي تحملها عادة أو يحملها الإنسان عادة يكتبون سوري، وضمن هذه الهوية الكبيرة ينسب الإنسان إلى مرجعيته العقدية أو أنت القومية يعني. أنت سألتني وأنا أجبت، يعني نعم. هاي قناعتي وهاي وجهة نظري في هذا الخصوص. بالرغم أنه يعني كثيرين من الكتاب السوريين عندما يعرفون بأنفسهم يقولون نعم. كاتب عربي سوري، حتى فيما يتعلق على مستوى النخب السياسية، النخب الثقافية، عندما يتحدثون عن الهوية السورية يتحدثون أنه سوريا هي هويتها عربية، وبل يعني يستمدون في الدفاع عن هذه الهوية ويرجحون الجانب القومي الجانب العربي، ويكسبون سوريا كلها على أنه فيعني من هذا الباب، من هذا المنطلق، يعني ما ينسحب على هذا ينسحب على ذاك أيضا. يعني أنا لما سألتك يعني من خلال أنه قلت لك أنه أنا ككاتب وأنت ككاتب نطرح هذه الأمور بشكل أو بآخر. يعني أنا أشوف أنه من الخطأ أصلا أن يقال عربي سوري أو كردي سوري. هذا كمان وجهة نظر. يعني الأصح أن يقال سوري ومن ثم كردي عربي مسلم مسيحي إلى آخره، يأتي بالدرجة الثانية على درجة الوطن. هي مجرد يعني كمان هي رأي. قناعتك، هي رأيك يعني. نعم. وسألتني وأنا أجبت. نختلف في نعم. هذه نعم. نعم. القناعة ونبقى كلينا سوريين، يعني كل واحد منا ينظر إلى الزاوية الوطنية من الجانب التي يراها منسجمة مع قناعاته ومع توجهه، بحيث لا يقلل أو لا يخطئ قناعة الشخص الآخر. يعني أنا ما بقول أنه مثلا أنت لما بتشوف انه السوري العربي او السوري الكردي كذا، انا ما خطأتك يعني في هذا الخصوص. نعم. هي نعم. قناعتك، هي قناعتك وهي قناعتي، وانا ما يجمعنا اكثر مما يفرقنا يفرق. يعني من القناعات نتمنى واختلاف ما يكون وجهات في شيء النظر. يفرقنا أصلا يعني. لا طبعا، طبعا لا، طبعا لا. طيب، هو شنق بالنسبة لمجموعاتك الشعرية، كتبت مجموعة عدد من المجموعات باللغة العربية وعدد باللغة الكردية. هذا الانتقال ككاتب كردي بين لغتين ألا يعني
يصعب عليك عملية الكتابة؟ لا طبعا، لأنه أنا أكثر من مرة ذكرت أنه أمتلك لغتي أم، اللغة الكردية واللغة العربية. اللغة العربية هي بالنسبة لي هي لغة أم، يعني لغة أتقنها في التفكير والتخيل والحزن والمشاعر والكتابة الإبداعية والكتابة السياسية، ويعني مستويات الكتابة التي أنا كتبتها. من يقرأ هذه النصوص ويحذف اسم هوشنغوسي سيصل إلى نتيجة مفادها أنه هذا الكاتب، هذا صاحب هذا النص، المقال أو النص الإبداعي أو القصيدة، نعم. لا يعني شخص عربي، شخص عربي، يعني شخص يعني إلى حد ما يمتلك أدواته في العلاقة مع اللغة العربية. وهذا بالنسبة لي أعتبر أن اللغة العربية هي اللغة الإنجليزية، ولا أي لغة مكتسبة، أي لغة مكتسبة يمارسها الكاتب إبداعيا وقادر على التعبير عن خياله ومشاعره وآلامه وقضاياه، هي يعني لغة أم. يعني كردية كانت، عربية كانت، إنجليزية كانت، اللغة الأم ليس يعني بالنسبة إلي يعني اللغة الأم يعني هي هذا رأيي، هذا وجهة نظري، إنه نكتسبها ليس فقط من أفواه أمهاتنا. أي لغة تصل إلى مستوى الإتقان لأي شخص آخر حتى ولو كانت لغة مكتسبة هي لغة أم. وبالتالي أنا ما عندي أي مشكلة في هذا الخصوص فيما يتعلق التعامل مع اللغة العربية واللغة الكردية أو أي لغة ثالثة أخرى. يعني هل إذا ستكون اكتسبتها البلجيكية لغة أم ثالثة؟ ممكن إذا وصلت يعني إلى، إذا وصلت اللغة الهولندية. أنا في إقليم فلاندرن واللغة الأساسية فيها اللغة الهولندية. إذا وصلت اللغة الهولندية عندي بمستوى اللغة الكردية واللغة العربية، هي أيضا تصبح لغة أم ثالثة. يعني مثل الأب اللي بيتجوز عدة نساء، فحتى زوجة أمي يعني زوجة أبي اللي هي ليست أمي، يعني هي أيضا أمي، هي أيضا أمي، بحبها وبحترمها وبقدرها. ويعني التعامل مع اللغات يعني بمنطق إنساني، وأنا أعتبر أي لغة ممكن أتقنها هي لغة. ضرتها يعني. إيه بس يعني انا ما بنظر بمنطق، انا بنظر انه هذا هي الام هي كائن انساني مختلف، حتى ولو كانت عربيه او تركيه او سريانيه. هي تربطني بها صله قربه قويه، هي الاب اللي بيجمعنا، العائله، الاسره، الدم، اولادها اخوتي يعني. فبالتالي اعود الى النقطه الاخرى، ان اللغه الام بالنسبة لي اللغة العربية يعني هي لغة أم، اللغة الكردية لغة أم، اللغة البلجيكية أو اللغة الهولندية إذا وصلت إلى ذلك المستوى، مستوى اللغة الكردية واللغة العربية لدي، أيضا أعتبرها لغة أم ثالثة. يعني وين المشكلة بهالموضوع؟ بالنسبة لي ما عندي مشكلة. جميل. بالتالي يعني موضوع يعني مأزق الكتابة والاختلاف بين اللغتين، لا، عندما أكتب اللغة الكردية أحاول قدر المستطاع أن أفي اللغة حقها، سواء كان في الكتابة الإبداعية أو في الكتابة السياسية باللغة الكردية. وفي اللغة العربية نفس الشيء، يعني أحاول أن أكون صميميا وحميميا مع اللغة العربية بنفس مستوى الصميمية والحميمية مع اللغة الكردية. جميل جدا. في وطأة اليقين تم تكريمك وحصلت فيها على جائزة كتارة. ماذا تعني لك الجائزة؟ ماذا تعني لك الجوائز؟ خاصة أني قرأت لك في أحد المواقع برأي خاص بالجوائز يعني. والله أنا مش ضد الجوائز، والناشر تبعي أرسل النص، يعني الناشر اللبناني دار سؤال، الرجل أرسل النسخ الورقية إلى الجائزة. وأعتقد أنه أنا كنت أول سوري يفوز بجائزة كتارة، وهي جائزة مهمة يعني. وحتى من ضمن السوريين أنا كنت أول كردي يفوز بجائزة عربية مهمة. وحتى من ضمن السوريين اللي في المهجر أنا كنت أول سوري موجودين في الشادات أو مهجري بين قوسين
يفوز بجائزة عربية. بعدين فازت الصديقة العزيزة الروائية السورية نجاة عبد الصمد بجائزة كتارا، وتتالت يعني حضور الروائيين أيضا هي في الشتات الجائزة بالنسبة وكانت روايتي الأولى. يعني الناس اللي بتقرأ لي أو قرأت لي في الصحف العربية في الصحف اللبنانية تعرف يعني عني الجانب السياسي والتحليل والكتابة السياسية، أما الجانب الإبداعي والروائي وأنا كتبت الرواية يعني بسن متقدم أو متأخر شوي، يعني قريب ال40 بال 39 هيك شيء، وبالسن ال40 صدرت الرواية. أنا مواليد 76، الرواية صدرت في 2016 وفازت بكتارا ب 2017 وكتبتها ب 2015 يعني. فيعني اتجهت للعمل الروائي بعد تجربة في كتابة الشعر، في كتابة في العمل الصحفي، في الكتابة النقدية الأدبية السياسية، في النقد السينمائي، النقد التشكيلي، يعني كم لا بأس به من التراكم والمراسل في حقول الكتابة. بعدين اتجهت نحو الرواية وكان ما كان، وأنا سعيد يعني. ترجمت الرواية رغم أن الترجمة كانت سيئة، يعني ترجمت إلى الإنجليزية واللغة الفرنسية والإنجليزية، وأتمنى أن لكل السوريين، كل مبدع سوري في الوطن أو في المهجر يفوزوا بكل الجوائز. يعني وين في جائزة بالعالم في حقول الإبداع، الصحافة، السينما، المسرح، الكتابة، الفنون التشكيلية، أتمنى يعني من كل قلبي يعني يفوز كل السوريين بالجوائز. أنا ما عندي الحساسية اللي أحيانا موجودة عند بعض الكتاب سوريين وغير سوريين، بيشاركوا من تحت الطاولة بالجوائز، وعندما تظهر النتائج ولا يحالفهم الحظ ويبدأون يعني يهاجموا الجوائز ويشككوا في لجان التحكيم ويشككوا في النصوص الإبداعية الفائزة، ومن ما عندي هالعقدة. جميل. طيب هلا ممكن نتوقف لو للحظات وناخذ إذا في مجال تسمع نص من نصوصك الشعرية، هذا كمان يعني أحد الأصدقاء وفراس سعلاوي يعني يؤيد هذه الفكرة. والله يعني قبل فترة شاركت في هون في مدينة أوستند البلجيكية قراءات شعرية في مهرجان جمع مبدعي المدينة، وقرأت بعض النصوص. هذا عندي نص طويل عبارة عن سنة الأزمنة أو الأشهر. شهور تتكلم يعني كل شهر بما يحتويه من أحداث، ويراجع نفسه يعني بوقفة نقدية الشهور. وشهر أكتوبر يعني زاخر بالأحداث، حروب، ثورات، وكل شيء. هنا والشهر القادم كمان شهر أكتوبر. في هذا النص حاولت أن أقدم شهر أكتوبر برؤية أخرى، بتصور آخر. هذا النص ترجم إلى اللغة الهولندية وإلى اللغة الفرنسية، وصدر في المجموعة الشعرية لي. المجموعة صدرت في بلجيكا في شهر تموز الماضي عن مركز الشعر، وبدعم من نادي القلم البلجيكي أو نادي القلم في فلاندرن. وممكن أن أقرأ هالنص. تفضل. أكتوبر. هذا زمن وحل ملرت ارتداؤه، سأشقه أو أنشق عنه قريبا، وذلك زمن صلد وبغت
أرهبه ويرهبني ونتبادل الكمائن. هذه القصائد للحرث وتلك للدفن، ولست بمحراث أو مقبرة. حين تجوع الأشهر تلتهم أيامها، وحين تجوع أكثر تلتهم أقرانها وسنينها. حين تجوع الأشهر تلتهم أيامها، وحين تجوع أكثر تلتهم أقرانها وسنينها. أنا قلب الخريف النابض بالشراسة والضراوة، ولن أسمح لأحد أن يختلس خيالي ومجازي والسطو على تخومي ومعابري. عيني اليسرى فقدتها في موسكو، وعيني اليمنى فقدتها في دمشق. أعرف كيف أسترد عيني من الثورات والحروب. فقدت ذراعي الأيمن في بيروت، والذراع الأيسر فقدته في القدس. لا تقلقوا، أعرف كيف أسترد ذراعي من الهزائم. فقدت ساقي الأيسر في كردستان، وساقي الأيمن أهديته إلى ثلج جائع أيضا في كردستان. أعرف كيف أسترد ساقي من آتون النهايات الوقحة. ما زلت أمتلك قلبا ينبض بالأحلام وفوران الثورات، كقلب ثور عاشق كان اسمه أكتوبر. وقعت في حب 7 بحيرات. الأولى كانت قصيدة كتبتها جندية مجهولة أهدتها لحرب مجهولة. البحيرة الثانية أغنية أرمنية تعاقب على غنائها 7 أنهار و5 جبال. الثالثة كانت دموع ثكلت أولادها 7 في الحرب. الرابعة لوحة رسمها إبريل وأهداها لأغسطس. الخامسة حكاية ما زالت ترويها جدة كردية منذ 7000 سنة لحفيدها كي ينام. السادسة حلم راود أحد الصحاري ل70 سنة ثم تحقق. والبحيرة السابعة التي وقعت في حبها كانت عينا غزالة بلجيكية مرت قبالة بحر الشمال. لن أقسم بعد اليوم بشيء، لن أعد أحدا بشيء، لن أتعهد لأحد أو أتوعد أحدا بشيء. سأتوب عن كل شيء، حتى عن كوني أكتوبر. عظيم. شكرا لك لهذا النص الأكتوبري. ولك كمان شكرا سلمك. كثير. هوشنج، واضح ضمن نصك أو هيك أظن أنه في ثقافة يسارية. أنت من ثقافة يسارية إلى حد ما. هل تستطيع يعني أغلبنا أتى من خنادق اليسار، أغلبنا. نعم تفضل كمل. فكان بدي أسألك إنه شو أثر فيك هذا التكوين اليساري، وهل أنت راضي عن تكوينك اليساري؟ المرحلة التأسيسية لي أو في تكويني المعرفي كانت كتب اليسار.
كتب اليسار أو مكتبة اليسار انجرفت نحوها حين عملت ضمن إحدى التنظيمات الكردية وهو حزب العمال الكردستاني بوصفه حزبا يساريا. سنأتي على هذا. تعلمت من اليسار الأحلام الثورية يعني كل الأشخاص الذين يعني مروا بهذه التجربة. هنالك مقولة لكاتب فرنسي يقول أنه من يصل إلى سن 20 ولا يكن يساريا فهذا لا قلب له، ومن يصل إلى سن 40 ويبقى يساري لا عقل له. فكل تجربة مررت بها استفدت منها، والنص يعني رؤية نقدية حتى لليسار وللتعامل ومفهوم اليسار وكيف تعامل مع الثورات، بحكم أنه أكتوبر كان يعني شهر ثورة أكتوبر في الاتحاد السوفيتي السابق، وشهد هذا الشهر أحداث جسام جعل من هذا الشهر يعني لطاقة أو رمزية معنوية يعني في كل الثقافات. يعني الآن يعني لا يمكنني القول بأنني تبرأت تماما من اليسار. في اليسار قيم جميلة، قيم نبيلة، قيم العدل والمساواة. ما زلت أمتلك الشيء الإيجابي من مدرسة اليسار، ويعني ما بعرف إذا يعني وصرت أخجل من قوى اليسار ومن تعامل الفصائل اليسارية في العالم العربي والعالم أجمع، يعني في تعاملهم مع المسألة السورية، حتى على مستوى المثقفين والنخب اللي زعموا اليسار وعاندوا وعارضوا وناهضوا الثورة السورية والحراك الثوري السوري بحجة أنه ينبغي أن يكون هناك يعني تقييمات وتوصيفات يسارية، أنه هذه الثورة ينبغي أن تكون على مقاس نظرياتهم وكتبهم وتنظيراتهم. موقفي من اليسار حاليا موقف نقدي، يعني ما بعرف إذا يصنف هذا موقف رافض ولا موقف معارض. موقف نقدي، ليس يعني مع اليسار وضد، يعني مع اليسار على مستوى القيم والأخلاق والمبادئ، وضد اليسار على مستوى السياسات والممارسات. على مستوى الممارسة، نعم، جميل. طيب، في مجموعتك الشعرية كأس السم؟ ايه، كأس السم من يوميات مقاتلة مجهولة، هي مجموعة باللغة الكردية. كان بدي احكي لك انه في هذا الكتاب من العنوان، انا ما اقرا الكتاب الاماني، وصادف صدور كتاب اليوم ايضا للاستاذ حسين شلبي، شهداء بلا قضية. اسم الكتاب شهداء بلا قضية، يتحدث فيه عن المقاتلين المنضوين تحت جناح حزب الاتحاد أو حزب العمال الكردستاني قسرا. واضح أنه الكتاب هذا يتماشى إلى حد ما مع هاي المجموعة الشعرية إذا ما خانني الإحساس. ومن الكتاب لاحظت فيه اقتباس أو أحد اقتباسات لك في حديثك عن هاي الظاهرة. اسمح لي أن أقول لك أنه لا خانك الإحساس في الموضوع. ليش؟ تمام. لأنه هي مجموعة شعرية، والثاني يعني كتاب سياسي. اثنين، يعني أنا عايشت تجربة حزب العمال الكردستاني. حسين لم يعايش هذه التجربة، هو بدأ
يعني حياته السياسية ضمن تنظيمات تعارض وتناكف حزب العمال الكردستاني. أنا وحسين، أنا لما كنت مؤيد لحزب العمال الكردستاني، حسين كان ينتقد الحزب وأنا كنت أدافع عن هذا الحزب. فعلى مستوى النص مختلف، على مستوى الكاتب وزاوية الرؤية للمشهد كمان مختلف. حتى على مستوى اللغة، يعني ما بعرف إذا أنت يعني تجيد اللغة الكردية بالأحرف اللاتينية أو مطلع على الديوان أو قرأت هذا الديوان حتى يعني يتشكل لديك هذا لا، أنا قلت الإحساس. لك أنه تشكلت هذه يعني اعتمادا على العنوان، أنه العنوان أنا وحالي أنه له علاقة بالمقاتلة المجهولة اللي لا، هي مجموعة نصوص شعرية. العنوان كل عناوين دواوين الشعرية، كل عناوين باللغة العربية باللغة الكردية. لا أنتقي نصا وأجعل من عنوانه عنوان هذا الكتاب. تمام لا، المنحى العام تأخذ عنوان رابط للنصوص، للمجموعة. نعم المنحى الفضاء العام، المنحى العام للنصوص أجعله عتبة رئيسي للديوان الشعري. وبالتالي إن بحثت ما في هو في هذا اللي الكتاب، عزز عندي هاي الفكرة، أنه العنوان رابط للمجموعة، فالعنوان العنوان الرئيس هو كما كأس يتضح يعني يعني هو السم عنوان، كأس السم. أنا يعني ألاحظ أنه عنوان موقف أكثر من عنوان مجموعة شعرية، مشان هيك أنا سألت صراحة. هن في كثيرين من الأصدقاء الكرد وحتى العرب يعني اللي قرأوا ترجمة العنوان أنه شو العنوان الغريب، كأس سم عنوان يعني شعري. ليش أزهار الشر قبل 200 سنة بودلير عمل أزهار الشر، يعني عنوان يعني شعري. الشعر قائم على التجريب ويعني أنك توظف شيء بمعنى في منحى آخر يعني. أنا صديقي هوشنج، أنا لم أنتقد العنوان، بس للتوضيح يعني أنا ما انتقدت العنوان، أنا فقط قلت إنه دلالة العنوان توحي إلى حد ما بأنه عنوان موقف. وطبعا أنا أخذت هذا العنوان طبعا صراحة مشان أدخل للمحور الثاني، لأنه يعني كمدخل لدخولنا في موضوع العربي الكردي أو الكردي العربي في شمال شرق سوريا وفي شوف المنطقة عموما. فايزة، لعنوان كأس السم ما بعرف يعني. أنا على الصعيد الشخصي أخذت يعني تجرع الحقيقة حتى ولو كانت سما. يعني هذا منطقي، انه الاعتراف بالحقيقه او تجرعها وقبولها حتى ولو كانت سما زعافا قاتلا. هذا من جهه. من جهه اخرى يعني محاكمه سقراط والحكم عليه بالاعدام كان عن طريق تجرع السم. وهنالك في الموروث الكردي يعني حتى في بعض الاغاني الفلكلوريه الشعبيه، ما بعرف يمكن في الموروث العربي موجود ولا لا، يعني انت كمان ابن المنطقه وبتعرف انه مثلا في الموروث الكردي في يعني فنجان السم، يعني حتى باللغه العربيه فنجانة جحري، يعني فنجان السم، يعني هذا موجود ودارج في الموروث الكردي. لا تحضرني الاغاني، لكن كعباره او نعم كصوره أو كتوصيف موجود. طبعا موقف، والشعر موقف، والكتابة بشكل عام موقف من الحياة، من قضايا وإشكالات الحياة، أزمات الحياة. يعني يعني الإنسان إن لم يكن موقفا في هذه الحياة يعني ما جدوى يعني. طيب هلا انت ذكرت نقطتين او نقطه اساسيه جدا في معرض حديثك، انه انت عملت مع حزب العمال الكردستاني، كنت احد المدافعين عنه في فتره ما ثم انقلبت عليه، وهذا الانقلاب ادى الى تخوينك من قبل الكتاب كثار. يعني انا في بحثي الاخير اثناء تحضيري لهذا الحوار يعني لاحظت انه في كثير عمليات تخوين، مقالات مكتوبة، آراء مطروحة، كلها تخون هوشنغ أوسي الذي انقلب على الحزب الذي كان يعمل معه. فكان سؤال الكثير يعني ينطرح انه ألم تكن تعرف مع من تعمل لتنقلب عليه؟ أم أنك كما تذكر بعض المصادر انقلبت بدافع التخابر أو التعامل مع السلطات المقربة؟
أو القريبة من حدود سوريا؟ هلا ذهنية التخوين موجودة بين الأكراد والعرب. أكيد أكيد. وأي شخص يكون له موقف مغاير من السائد أو الموجود أو موقف نقدي سواء من الحركات الإسلامية يتم تكفيره، من الحركات القومية العروبية والكردية يتم تخوينه، وحتى من الحركات اليسارية كمان هذا موجود. والناس يا عزيزي يعني عدوة ما تجهل، يعني حسب القول المنسوب للرسول أو لعلي بن أبي طالب يعني. فدائما تتعامل بشكل ببغائي أنه فلان عميل لجهة أجنبية وموقفه النقدي من هذا التيار أو من هذا الحزب أو من هذه الجهة. يعني مثل ما الواحد لما بينتقد الثورة السورية بيصنفوه دغري على أنه مع إيران أو مع النظام السوري. هذا شائع، هذا من عادات وتقاليد وإرث منطقتنا مع الأسف الشديد يعني. فنابني ما نابني من الأكراد يعني. ولكن يعني هو السؤال هو شنق انه حزب العمال الكردستاني او وحدات حمايه الشعب حاليا بوايده الى اخره من تسميات ما تغير عليها شيء، يعني هذه هي من بدات لليوم. فانت كنت معها لما بدات بهذا الشكل واليوم انت ضدها وهي نفس الشكل، يعني ما تغير عليها شيء. لا مش صحيح. يعني إذا كنت هيك تعمل شوي تحري بهذا الموضوع، أنا كنت مع حزب العمال الكردستاني وأدافع عنه عندما كان عدد سجنائه في السجون السورية أكثر من سجناء الأخوان. في الحزب كان ملاحق من سنة 2002 2001 2002 2003 وحتى 2010. النظام السوري فتح السجون للفصائل المتطرفة أو للشخصيات، أو ما كان في فصائل، أو للعناصر المتطرفة، وكمان فتح السجون لعناصر حزب العمال الكردستاني أو الموالين له، وفتح الحدود. يعني النظام فتح شغلات كثيرة يعني أثناء فتحه. أنا لما كنت أدافع عن هذا الحزب كان هذا الحزب ملاحق من قبل النظام السوري، وأنا كنت في تلك الفترة كنت مقتنع إلى حد ما أنه هذا الحزب نعم هنالك ممارسات، هنالك انتهاكات اقترفها هذا الحزب، اقترفها أحزاب كردية أخرى وأحزاب عربية أخرى وفصائل فلسطينية يعني ضمن. بس لا يعني اسمح لي أقاطعك بعدين تكمل. إذا كان الآخر سيء هذا لا يبرر أنه أنا يعني لا أناصر أحد السيئين فقط لأن الآخرين سيئين. شوف إذا بدك ترجع يعني هلا إذا بترجع للتاريخ الإسلامي بعد موت الرسول الصحابة تطاحنوا وتقاتلوا وكلهم مبشرين بالجنة. فلا يمكن أن نحسب هذا الموضوع أنه فلان من الناس بقي لم يكن يعلم أنه يعني التاريخ الإسلامي هكذا يعني هنالك حد أدنى من القبول، حد أدنى. يعني أنا كنت عندما مؤيد للثورة السورية إلى حد كبير، لكن أنا انتقدت هذه الثورة أيضا في مقالات نقدية. لما كنت مؤيد ومناصر لحزب العمال الكردستاني كان حزب ملاحق في تلك الفترة، كان حزب ملاحق. هل كنت تنتقده أثناء؟ نعم طبعا كنت أنتقده كمان، وأنتقده ونشرت مقالات ودراسات نقدية. تلك المقالات والدراسات النقدية اتخذ الموقف يعني الحزب موقف ضدي مني في ذلك الوقت، في فترة الزمنية ما بين 2003 لبين 2010 2011 تقريبا، يعني في تلك الفترة الموقف. أنا كنت عضو تحرير مجلة سورغول اللي بيدعمها الحزب نتيجة مواقفي النقدية في 2005 و2006 من الحزب ونتيجة مقالات منشورة يعني أقالني من هيئة تحرير المجلة يعني في تلك الفترة. يعني أنا حتى أثناء تواجدي وتأييدي لهذا الفصيل الكردي كان هنالك شيء حد أدنى يعني في هذا
القبول أنه يدافع عن الحقوق الكردية وملاحق ومقموع من النظام السوري وإلى ما هنالك، وما موجود فيه من انتهاكات وكوارث وجرائم موجود في التيارات الأخرى. لكن من منا يعني لم يكن له في يوم من الأيام تجربة مع فصيل سياسي أو مع جهة سياسية أو كردية أو عربية يسارية أو إسلامية، أو قس على ذلك. يعني أنت الآن وعيك ليس بمستوى وعيك قبل 5 أو 6 سنوات أو 7 سنوات أو 10 سنوات. هوشنغ أوسي حاليا عمره 45 سنة، أكيد مستوى الوعي والخبرة والتعامل مع المواضيع ومع السياسة والأحزاب السياسية ليس بمستوى سنة طيب 2000 بعد 2003 45 بعد و2002. 45 هوشنغ، ما تقييمك الآن لحزب العمال الكردستاني؟ ما تقييمك أو توصيفك له بشكل واضح وصريح ومباشر؟ انا ما عندي شيء جديد اقوله هون. يعني انا تطالبني بالصراحه وكانه انا مش صريح. يعني لا، موقفي واضح من هذا الحزب. هذا الحزب كارثي، يعني كارثه على الاكراد في تركيا، وكارثه على الاكراد في سوريا، وكارثه على الاكراد في العراق، وحتى في ايران. حزب يعني تعامله البراغماتي وتعامله الغير مبدئي واللي بينتهك حتى ابسط قواعد اليسار او حتى القيم القوميه الكرديه، هو حزب يعني عقده وكارثه ومشكله عويصه بالنسبه للاكراد. لا اعلم يعني كيف يمكن للاكراد ان يتحرروا من هذا الحزب. الان الكرد يعني هاجسهم، او اعتقد انه يفترض ان يكون التحرر من هذا الحزب قبل التحرر من ظلم الاتراك او ظلم النظام السوري او ظلم النظام الايراني. تقييمي واضح، وانا اكثر من مره وصار لي 10 سنين عم بحكي هذا الكلام، فيديوهات ومقالات ودراسات وكل شيء. يعني اكثر من هيك وضوح صاروا 10 سنين وصراحه. ويوم هلا حاليا، صاروا 10 سنين طيب يعني هوشنغ، بالنسبه للثوره السوريه، هل تتعارض الثوره السوريه مع التطلعات الكرديه، مع الحلم الكردي او شوف الثورات عبر التاريخ لا يعلنها ملائكة أو شياطين. الثورات تنحرف. نحن ما عشنا الثورات يعني في سوريا وحتى على مستوى العالم العربي من 50 60 سنة. يعني انقلاب عبد الناصر سموه ثورة، انقلاب البعث سموه ثورة في سوريا وفي العراق. يعني شو بدي لك، مفهوم الثورة تشوه، ونحن تلقينا مفهوم الثورة سواء يعني عم بحكي لك عن اليسار والتيارات وكتب اليسار على وكأنه قصيدة، والموضوع مش هيك. يعني الثورة يعني فيها فظائع، فيها انتهاكات، فيها كوارث، فيها انحراف، فيها مجازر، فيها قتل، فيها أبشع ما يمكن أن تتصوره. الصدمة مع النظرية والتطبيق هون الفارق. يعني الآن الثورة السورية مناهضة. الآن إذا أقرينا بوجود شيء أو تبقى شيء من الثورة السورية، الثورة السورية لم يبقى منها سوى 6 أشهر الأولى وماذا تبقى من الثورة السورية؟ إذا اعتبرنا الائتلاف ثورة سورية، أو إذا اعتبرنا الفصائل الإسلامية الجولاني أو هذه الفصائل ثورة سورية، فيعني هذه الثورة على ما هي عليه إذا أقرينا وسلمنا بهذا الموضوع فهي مناهضة لتطلعات الشعب السوري مش بس الكردي. يعني الناس اللي طلعوا مظاهرات في ال6 الأشهر الأولى وحلم السوريين الآن أكثر من يعارضها من يعتبرون أنفسهم ثوارا وينصبون أنفسهم ممثلين للثورة السورية. هم يعارضون تطلعات الشعب السوري إن لم يكن يعني أكثر من النظام السوري فبمستوى يوازي النظام السوري. فالكل يعني النظام السوري يتحدث عن الوطنية ويقمع هذا الشعب باسم الوطنية. الآن فصائل سورية معارضة تزعم الثورة تحتل وتشرعن الاحتلال التركي في عفرين وفي ريف إدلب وفي ريف حلب وتستجلب هالاحتلال مثل النظام السوري اللي استجلب الاحتلال الإيراني والاحتلال السوري. إذن من يزع حاليا إذا
أقرينا بوجود أو جدلا أنه في شيء ثورة سورية الآن على الوضع الراهن، فهي ما هو موجود بتقديري وتقدير الكثيرين أنه ما هو موجود هو معارض ومناهض لكل تطلعات السوريين بما فيهم الأكراد. طيب، برأيك هل حدث صدع أو شعر بين المكونين العربي والكردي على الأقلية في منطقة شمال شرق سوريا بعد الثورة أو خلالها؟ يعني أنا ما فيني أقول صدع. أنا أزعو يعني أو المشاحنات واللي يعني مستوى التوتر اللي بيرتفع وبينخفض له علاقة بالأزمة. فترة الصراعات والنزاعات التي تنشب في البلدان، وراجع التاريخ يعني أحيانا يعني تجعل أبناء المدينة وحدهم يعني في تطاحن، أو يعني شاهدنا ذلك في بيروت، شاهدنا ذلك حتى في حلب، يعني في فترة الانقسام موالاة ومعارضة. هذا كله من طباع الأمور، هذا وليد الأزمات والحروب والصراعات الداخلية والأهلية. وما جرى بين الأكراد والعرب سيزول، يعني لأنه ليش سيزول؟ لأنه التاريخ والجغرافيا أقوى من الأحداث السياسية الطارئة العابرة. يعني تاريخ موجود وجغرافيا موجودة، والأكراد والعرب متعايشين على مدى قرون، صنعوا تاريخ هذه المنطقة، شاركوا في تأسيس سوريا، ساهموا في بناء هذا البلد بشكل أو بآخر، وفي الثورة على النظام السوري أيضا كان هنالك أكراد وعرب وسريان وأشوريين وتركمان وكل مكونات الشعب السوري. هذه المشاحنات والتوترات الموجودة زائلة، لن تبقى. أحيانا بعض الأحداث والظواهر أو تؤججها أو تنفخ فيها، لكن لن يبقى الوضع على ما هو عليه. أنا يعني لا يمكنني أن أقول أنه هنالك صدع أو شرخ عميق. هنالك كراهية، نعم، ثقافة الكراهية والتراشق موجودة ضمن النسيج السوري، ومصادرها متعددة، منها مصادر دينية، منها مصادر طائفية، منها مصادر قومية. أيضا الحدث الأخير أو الثورة السورية والأزمة السورية أضافت إلى تلك المصادر مصدرا جديدا. لكن أنا متفائل يعني أنه الغد الذي ينتظر هذا البلد بصرف النظر عن المستوى الزمني سيكون أفضل، وكل هذه التراكمات وهذه بين قوسين الصدوع اللي عم نحكي عنها أو بيحكي عنها كثيرين ستصبح يعني جزء من الماضي، لأنه القرار سيكون للتاريخ وللمصير المشترك. بصرف النظر يعني هذا المصير المشترك امساك بمعروف او تسريح باحسان، انا ما فيني اتكهن بطبيعه مصير المنطقه ومصير سوريا، لكن انا واثق انه العلاقه الكرديه العربيه عريقه وعميقه وتمتد لقرون، لن تتاثر ببضع او العقد الاخير من السنوات وما شهدته من تحولات واهتزازات واستقطابات وشد من كل الأطراف، مش بس من الأكراد والعرب يعني. طيب، في ظل هذا الكلام، هل أنت مع إقامة دولة قومية للكرد؟ طبعا طيب، أنا مع أنه بعد سقوط كل المشاريع القومية وأغلب المشاريع القومية سقوط نووي، يعني كيف لا يزال الكرد يحلمون بمشروع قومي؟ لماذا لا يحلمون؟ يعني سؤالك غريب، يعني تطرح سؤالا على شعب باكمله انه كيف يحلم. يعني لا، اذا انت لحظه، لا، اذا انت اقنعت الامم المتحده بازاله حق تقرير المصير من الميثاق العالمي لحقوق الانسان وبالمواثيق الحقوق يعني مواثيق الدوليه، تعالوا انا وياك يمكن ان نقنع الاكراد انه انا اطرح عليك سؤال بمقتضى واقع الحال. انا ارى المشاريع القوميه تتساقط، وارى بالمقابل مثقف كردي لا يزال يحلم بمشروع قومي
مع رؤيته للمشاريع القومية من حوله تتساقط بهذا الشكل؟ مين قال لك المشاريع القومية تتساقط؟ المشروع على الأقل المشروع العربي مشروع قومي. المشروع القومي السياسي العربي فشل على مستوى الأنظمة، فشل على مستوى النسخة الناصرية، النسخة البعثية في سوريا، لكن الأحلام القومية أو المشاريع القومية لم تسقط. شوف الاتحاد السوفيتي بعد انهياره برزت الأمور القومية الآن في أوروبا، الآن أنت في ألمانيا، حتى ولو في المشاريع القومية أو الأفكار والطموحات وتطلعات. سأعطيك مثال. أصدقاء ألمان يساريين وكانوا معارضين لاستفتاء كاتالونيا، فأنا سألتهم أنتم اشتراكيين وديمقراطيين ليش تعارضون يعني استفتاء كاتالونيا على الاستقلال؟ تعرف شو ردوا علي؟ ردوا علي انه اذا الكتالونيين نجحوا في عمليه الاستفتاء والانفصال عن اسبانيا، اقليم بافاريا كمان سيطالب بالاستقلال، والاقتصاد الالماني جله او قسم كبير منه في منطقه بافاريا. قلت لهم اذا روحوا انتسبوا للاحزاب القوميه، انتم افكاركم مش افكار اشتراكيه. هلا اذا واحد مع حق الأكراد، أنا مع حق الشعب الفلسطيني في تشكيل دولته، أنا حق يعني الأكراد لم يعايشوا هذا الحق، وربما لو عايشوا هذا الحق تخلوا عنه وقالوا ما بدنا دولة كردية. فشفنا هذا المشروع القومي الدولة الكردية سيء وله وبال وكوارث، وانعكس علينا كأكراد سلبا، فنحن ما بدنا. يعني ليش يعني كلام شوي يعني عميق، بحيث بأثر سلبي إلى حد ما، لأنه لم يعايشوا هذا الأمر. هذا ينفي وجود أصلا كيان جامع مانع للكرد كدولة. لا على أي أساس يمكن. إذا صار تقسيم الكرد في 4 دول بعد اتفاقيات الأخيرة، بعد سقوط الدولة العثمانية، إذا لم يكن أصلا لديهم مشروع يعني عاشوه وعاصروه؟ هلا شوف، يعني انت مع الظالم ولا مع المظلوم؟ انت شعب. لحظه يعني مش انت كشخص، يعني انا عم بحكي انا كاي شخص، يعني اي شخص. انا مش انت، انا ينبغي ان اختار كمثقف ان اكون مع الظالم ام مع المظلوم. اكون مع المظلوم طبعا يعني. والاكراد موجودون في هذه الارض وجود العرب، وحتى قبل وجود الاتراك. الاتراك وافدون، والاتراك اسسوا امبراطوريه واسسوا دوله واسسوا كيان. طيب لماذا لا يحق لهذا الشعب الذي حرمته الاتفاقيات الدوليه والظلم الدولي ان يشكل كيانا حتى في الارجنتين، يعني او حتى على مستوى قريه؟ لماذا يعني النظر بعين الشك والريبه لاي مثقف يكون مع حق الاكراد في تقرير مصير؟ ما هذا الحق منصوص عليه في المواثيق والعهود الدوليه، لا يتعارض مع هذا الحق يعني. واعتبار ذلك امرا رجعيا، وعلى انه المشاريع القوميه انهارت، وانه المثقف الكردي اذا كان مقتنعا او الكاتب الكردي كان مقتنع ومؤيد لهذا الحق، فهذا انتقاص من وطنيته او انتقاص من الجانب الثقافي والجانب الادبي. مش صحيح هذا الكلام يعني. اكراد، ساتيك بمثال. نعم. كنت في ملتقى الروايه العربيه في فلسطين. نعم. فالنقاش ادبي، يعني نحن في ملتقى الروايه، ويفترض ان تكون الاسئله لها علاقه بالادب والروايه والنقد والقصص. يعني احدى الموجودات شافتني انه انا كردي، وكان الصديق جان دوست كمان موجود، والشاعر مروان علي زميله الشاعر موجودين يعني في الندوه في الملتقى. فسالتني انه انتم الاكراد كيف عم تطرحوا كردستان، والكردستان مش موجودة في التاريخ؟ أنت شلون بدك شيء غير موجود في التاريخ وتطالب بدولة اسمها كردستان؟ يعني بس خليني أقاطعك بعدين نكمل. يعني أنت عم تحكي عن فلسطين. فلسطين هي بالأساس دولة موجودة
الشعب الفلسطيني شعب موجود. التفصيل كردستان يعني الكرد ككرد موجودين متوزعين في مناطق معينة، ولكن ما كان في أصلا، أو حسب علمي يعني. أنا هلا سأزيدك نعم. من الشعر بيتا، يعني بيتا مشان يكون عندك بيتين. علم. فالبنت قالت لي أنا خريجة تاريخ ومعي ماستر وبحضر للدكتوراه. قلت لها ممتاز، ممتاز كثير يا سيدتي. والكلام الذي قلته لتلك الفتاة والأستاذة أو الموجودة الفلسطينية في رام الله أقوله لك ولمجموعة اللي تفضل بيشاهدونا معلش. وبيتابعونا حاليا. قلت لها أثناء مراجعتك للكتب والمراجع التاريخية ألم يمر معك مصطلح بلاد الأكراد؟ قالت بلى. أرض الأكراد؟ قالت بلى. أرض الكرد؟ قالت بلى. قلت شفتي تسمية لمكان جغرافي منسوب إلى شعب بثلاثة مفردات: أرض الأكراد، بلاد الأكراد، أرض الكرد. وردت في المسعودي، في ياقوت الحموي، في معجم البلدان، وفي ابن كثير الدمشقي، ومراجع تاريخية كثيرة ذكرت اسم الأكراد، بلاد الأكراد، أرض الكرد. أنت بتعرفي شو معنات كردستان؟ قالت لا والله ما بعرف. قلت لها هل كردستان هي المعادل اللغوي لأرض الأكراد، بلاد الأكراد، أرض الكرد؟ فأنت ليش بتقبلي وجود منطقة جغرافية منسوبة لشعب معين في المراجع التاريخية قبل 300 400 500 600 سنة، ولا تقبلينه وبيعمل لك اسم كردستان عصر هضم في الوعي أنه هذا شيء مش موجود تاريخيا؟ لا موجود، لكن موجود بالصيغة العربية يعني، وحتى موجود بالصيغة الكردية كمان. كردستان موجود في المراجع التاريخية. وبالتالي يعني الآن اسم البلدان التي تشكلت في المنطقة أغلبها تشكل بعد الحرب العالمية الثانية. فلسطين، أنا قلت لها أيضا إذا بترجعي لي للمراجع التاريخية اسم فلسطين، ارجعي لي يعني بعد 200 300 سنة، هل كان اسم فلسطين موجود؟ قالت لا ما مش موجود. إذا ما ينسحب على الفلسطينيين. انت يعني انا بامكاني اقعد محلك واقول لك انه اسم فلسطين مش موجود في المراجع التاريخيه، بينما اسم اسرائيل مذكور في القران 7000 ما بعرف كذا مره. مش هكذا تقاس الامور يعني. هنالك شعب، نحن جدلا يعني كالخلاصه، هذا الشعب موجود في هذه المنطقه، مش نازل من السماء. انشقت الأرض وطلعوا الأكراد فجأة. عمر من عمر شعوب هذه المنطقة، والقانون الدولي يمنحهم حق تقرير المصير. الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، العهدين الدوليين، الشرائع الدولية، حتى ولو على المستوى النظري، حتى وعلى المستوى النظري يمنحهم هذا الحق. أنا ككاتب سوري أو أرجنتيني أو عربي أو لماذا أحرمهم من هذا الحق حتى وعلى مستوى الحلم؟ نعم بابا. كيف يحلم الأكراد، أو لماذا يحلم الأكراد بهذا الحلم؟ لا، هذا يعني إخضاع حلم الشعوب للمساءلة أو للتشكيك. هذا أيضا يعني نزوع شئنا أم أبينا، مش وطني، مش وطنية. هذا أيضا نزوع قومي يعني في هذا الخصوص، يعني نزوع قومي مناهض لنزوع قومي آخر. هذا النزوع أنا أشوفه بشكل من، يمكن في مرحلة ما أو في مكان ما أراه النزوع وطني يناهض تقسيم البلد اللي نشأ فيها على الأقل، لأنه وجود هذا المشروع يتضارب بشكل أو بآخر مع مشاريع الآخرين. صح ولا لا؟ هلا انت عم تذكرني بالاتراك. في ال 56 انت من يومين كنت عندهم، فانا ما عم بذكر فيهم، لحظه انت كنت عندي من لحظه يومين نعم. لحظه. في ال 56 جمال عبد الناصر فتح اذاعه، او مش اذاعه، منح الاكراد نصف ساعه باللغه الكرديه. جمال نعم. عبد الناصر في صراعه مع نعم، الاتراك مسماها إذاعة وحلف كردستان وقتها. بغداد، نعم. حلف بغداد وحلف السنتو، يعني الصراع مع الأتراك. جمال عبد الناصر من باب المصلحة والمنفعة أعطاهم نص ساعة
بالكردي. هذا فؤاد معصوم الرئيس العراقي السابق، وكان بيشتغل في الإذاعة، وجلال طلباني كمان في 56. فالأتراك اعترضوا، الأتراك وأرسلوا احتجاج رسمي لجمال عبد الناصر على فتح نصف ساعة كردية في مصر، رغم أنه الوجود الكردي في مصر وجود تاريخي. الأكراد في يوم من الأيام حكموا مصر والشام يعني على زمن الدولة الأيوبية، ويعني وجود أصيل مثل ما هو وجود أصيل في فلسطين وسوريا والأردن، وأصيل في مصر كمان. فالأتراك بعثوا اعتراض على هالنصف ساعة والساعة في الراديو. ليش؟ أنه هذا يحرض الأكراد في تركيا على الانفصال، وسيستهدف الأمن القومي التركي في الصميم. إمتى؟ في 56. فالأتراك جمال عبد الناصر قال اكتبوا لي ده بشكل خطي، اعتراض مش شفوي، بشكل رسمي. الدولة التركية أو وزارة الداخلية أو الحكومة التركية تعترض على فتح الكردي، يعني يكتبوا اسم الكردي في الوثيقة الرسمية. الأتراك رفضوا. ليش؟ لأنه رفضوا أنه يكتب اسم الكردي في وثيقة رسمية تصدر عن الدولة التركية، لأنه مجرد ذكر الأكراد في وثيقة رسمية حتى ولو كانت اعتراضا تعتبر اعترافا بوجود شعب اسمه الأكراد في تركيا. لا أحد يستطيع أن ينفي هذا الوجود، يعني هذا وجود. لا 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 لا, لا قضية المخاوف والتقسيم، أنه إذا تشكلت دولة كردية في تركيا سينعكس على سوريا، وإذا تشكلت في العراق راح تنعكس على سوريا، ومن هالقصص اللي يقولها عتاة الليبراليين والديمقراطيين في تركيا وحتى في سوريا. يعني بتحكيهم، بتسمع كلام عن الوطنية والديمقراطية بتصدق، لما بيجي الموضوع التركي بتطلع الكردي وحقوق الأكراد، بيطلع موضوع النزوع القومي تحت الجلد، ويعني تظهر المواقف على المحك أنه أنا ضد الحقوق الكردية أو قيام دولة كردية في العراق، لأنه ستفتت سوريا، ستستهدف الوحدة شو الوحدة الهشة. لا، أنا بالنكاية في الدولة الكردية. معلش تسمح لي شوي، أنا ما عم بفهم الفكرة اللي أنت عم تطرحها، لأنه ألا يفتت وجود دولة كردية سوريا ما لها علاقة بوحدة هشة أو غير هشة. يعني أنا وجدت في تجربة الإدارة الذاتية مثلا، والسوريين عموما وجدوا انقسام. أنا أتصور الآن إذا في حدا من خارج الإدارة الذاتية بده يدخل على مناطقنا بده حدا يكفله. تصور يعني لوين وصلنا، إنه في سوري مجاور لمنطقة الإدارة الذاتية، إذا بده يدخل لهذه المناطق بده حدا يكفله ضمن المناطق الإدارة الذاتية. هذا تفتيت، هذا تقسيم واضح يعني، ولو انه لساته المشروع في بدايته، اذا كان يعني مسموح له او مرضي عنه دوليا انه يكبر ولا لا. شوف صديقي، المخاوف المبالغ فيها هي قصة قديمة، يعني قصة إسرائيل الثانية والتوصيفات والقصص القومية والمخاوف المبالغ. يعني أنا هذا الكلام سمعته حتى عن كردستان العراق. قبل أسبوعين كنت في كردستان العراق، وشفت كمية هائلة من العرب. مش بس هيك، إصدارات باللغة العربية. اللغة العربية محاربة في كردستان العراق، والعرب لا يمكنهم الدخول، ومن هالقصص هي. في دهوك وفي أربيل رؤية العين في المصايف والأوتيلات، وكل الموظفين والسواح والمرتادين، يعني كمية لا يمكنك تصورها. كل هذه الأقاويل والادعاءات اللي تقال في الإعلام مش صحيحة. يعني هلا إذا بدك تقنعني في منطقة الجزيرة والإدارة الذاتية في عشائر الطي والجبور والشمار وعنزة والشرابيين والبقارة وعرب وصلاة أقحاح حريصون على الهوية القومية العربية مثلي ومثلك وربما أزيد. إذا شافوا
إذا شافوا المواطن العربي يتعرض إلى الذل والقمع والمهانة سيبقون ساكتين؟ مش رح يبقوا ساكتين. والله يا وشنق ما أعرف، بتقديري أنا هون الآن نحن نتحدث كابني منطقة واحدة. نعم. يعني الآن أنا ما أستطيع أن أؤخذ بكلامك هذا، لأنه أنا ابن هذا الواقع وبعرف كم يتعرض أبناء المنطقة كردا وعربا للأمانة نعم للكثير من الضيم ولكثير نعم من الغبن. نعم يعني نعم أنا معك وواقع حال الإدارة الذاتية. أنا معك، لكن أنا أيضا أستطيع أن أقول لك بالأرقام حجم الوجود العربي الموجود في التشكيلات العسكرية الموجودة في تلك المنطقة، وبالأسماء. ومش بس هيك، حتى على مستوى، أنا سجلت فيديو أتحدث فيه عن أنفاق حزب العمال الكردستاني في تلك المنطقة. الكثير من العمال اللي بيشتغلوا في حفر تلك عرب. نعم. عرب يعني رغم يعرفون أنه هذه الأنفاق يستخدمها حزب آخر جاي من وراء هذا له علاقة بالتجويع وانعدام مصادر الرزق. العالم اللي حاليا وقفت على الحواجز في حزب اغلبها عرب، وقع على الحواجز مشان الراتب، لا ايمانا بقضيه كرديه ولا ايمانا بقضيه عربيه ولا ايمانا بقضيه وطنيه اصلا. في حاله مجاعه العالم عم تدور عن اي شيء تشتغل فيه. فهذا يا فايز نعم. هلا اذا تشكل كيان كردي في ايران مثلا يحترم حقوق الفرس وكيان ديمقراطي معتدل مرن منفتح، يحترم حقوق الأكراد والعرب في إيران، في الأرجنتين، في الموزمبيق، هل سنعترض على هذا الكيان الكردي هناك يعني أو في سوريا أو في أي مكان؟ يعني آتني أنا مسألة اعتراضي على الإدارة وانتقاداتي للإدارة الذاتية الديمقراطية وهي ليست إدارة وليست ديمقراطية وليست ذاتية، وكتب ذلك كثيرا. ليس لأنه لا يحق الأكراد تكوين إدارة، مش من حيث لا، لأنه هنالك خلل، لأنه هذه الإدارة مشوهة. أنا أعلم أنه الكردي لا يتمتع بحقوقه داخل هذه الإدارة، العربي لا يتمتع بحقوقه الكاملة داخل هذه الإدارة، لكن من حيث المبدأ لا يمكن أن يكون ذلك أرضية أو منصة أقف عليها وأعترض على حقوق الأكراد في تكوين مثلا إقليم فيدرالي أو دويلة أو دولة في تركيا أو في العراق. وحتى يعني أنا مش بإيدي تقرير مصير أو مآلات المنطقة، لكن أنا شخصيا لا أعترض. لا يعني مشكلتنا مع النظام السوري شو هي الديمقراطية، الدولة المدنية. لو كان في دولة مدنية حقيقية وديمقراطية، هل كانت الثورة ستندلع على شو؟ على شيء حضاري ديمقراطي وطني حقيقي؟ لا طبعا. لو كان يعني إذن المشكلة ليست في حقوق الناس أو في حقوق الشعوب، المشكلة في مدى شيطنتنا لهذه الحقوق وتعاملنا الاستباقي، انه اي كيان موجود او انفصالي من هالقصص والضخ الاعلامي الموجود في السوشيال ميديا والاعلام العربي. طيب هوشنق، يعني قبل قليل تماما انت وانا اتفقنا على انه في حاله كراهيه بشكل او باخر صارت بالشارع العربي الكردي، على الاقل في مناطق شمال شرق سوريا. وما بعرف ليش يخطرني قول احد الاصدقاء الكرد، قال انه روجافا لم تعد روجافا او ليست روجافا، انها روجفالا. نعم بناء على فراغ. يعني طبعا روجفالا بمعنى المنطقه الفارغه، المنطقه الفارغه اللي بسبب هجره العالم وهربهم من الوضع. الان السؤال اللي اريد يعني اطرحه، اللي هو يبدو انه مطروح كمان على الصفحه، انه برؤيتك ككاتب وكصحفي، ما هي الحلول المقترحه لنزع فتيل الكراهيه هذا من المنطقه؟ الحلول المقترحه انه ننزع شوي الارث البعثي في التعامل مع التنوع الثقافي والقومي والهوياتي والمجتمعي في سوريا.
أن نقبل هذا التنوع الثري كما هو، وما يمليه على ضمائرنا وعلى وعينا من تعامل وطني وديمقراطي. الدولة يعني متى ما تخلينا عن نصيحتك للجانب العربي. طيب النصيحة للجانب لا الكردي؟ لا، حتى على الجانب الكردي، حتى على الجانب الكردي. يعني إذا كان النظام الحكم الذاتي يعني يشفي تطلعات الأكراد، فليس بالضرورة أن يتجه الأكراد إلى الدولة المستقلة. إذا كان الفيدرالية تشبع حقوقهم ليس بالضرورة. يعني أنا على الصعيد الشخصي أفضل الحكم الفيدرالي على الدولة المستقلة، الدولة الكردية المستقلة. لكن إذا تشكلت دولة مستقلة لن أحاربها، لن أشيطنها. أنا مع الجانب الوطني، أنا مع الأكراد أن يكونوا ضمن دولة وطنية في تركيا، ضمن دولة لكن دولة وطنية حقيقية. سأقول لك مثال أقوله دائما، قول لتورغوت أوزال الرئيس التركي الراحل. تعرف تورغوت أوزال شو كان عم يقول؟ يقول يا ليت اسمها كانت الأناضول وليس تركيا، لأنه تركيا اسم قومي جاي من قومية، وما يعيش. والأتراك مش كلهم أتراك يعني، أو حملة الجنسية التركية. الأتراك مش أغلبية. إذا أتيت عملت إحصاء دقيق في الموضوع، الأكراد مثلهم الأكراد مثل العرب في 3 4 5 مليون عربي في تركيا. يعني مش معقول هدلون يتحولون ويتركون. فقال قولته اللي هي فعلا قولة وطنية، يعني يا ليت اسمها كانت الأناضول. والأناضول يعني الوادي الأم، أو باللغة التركية أناضول. وليست تركيا. ليش؟ لأنه هو يعي حقيقة التنوع الموجود في تركيا. إذا تشكلت دولة وطنية محترمة ناجزة، سواء تمتع فيها الأكراد بالحكم الذاتي أو الفيدرالي، على الرأس والعين، وينبغي تشجيع ذلك. أنا أميل أكثر إلى هذا الطرح، إلى الطرح الديمقراطي الوطني المنفتح على الإنسان. أنت تعيش في ألمانيا وتعرف أن ألمانيا دولة اتحادية. أغلب التجارب الناجحة في الغرب في بلجيكا. أنا الآن هون في بلجيكا 3 لغات رسمية في الدستور البلجيكي، 3 4 أقاليم موجودة في بلجيكا. الإقليم الألماني، الإقليم على حدود آخن، في حدود عدد السكان تصور عدد سكان هذا الإقليم بحدود 80 إلى 90 ألف، ولغتهم الرسمية وعلمهم الرسمي علم الإقليم، وحكومتهم منصوص عليها في الدستور البلجيكي. سويسرا كمان. يعني ليش من شو بتشكي سوريا إذا كانت يعني تحتذي بهذه النماذج الديمقراطية الوطنية الدستورية الحقة، التي تعترف وتحترم بحقوق مكوناتها ولا تعترض. يعني ما بتقول يعني والله أنتم ليش عم تقولوا اسم القامشلي، ليش بتقولوا قامشلو؟ الأو هذه أو انفصالية، أنتم عندكم تطلع انفصالي لأنه عم تلفظوها قامشلو، ما الفظوها القامشلي. تصور يعني في يعني الإرث البعثي مش عند العرب، عند الأكراد كمان. يعني عند السريان. نحن شعب تربينا 50 60 سنة في قنوات التربية والتعليم. حتى الأحزاب المعارضة لهذا النظام البعثي، يسارية كانت، اشتراكية، إسلامية، فيها ما فيها من الموروث البعثي. يعني أنا الآن لا يمكنني أن أقول لك بأنني بريء تماما 100% من الموروث البعثي. كل السوريين متى ما وصلنا إلى مرحلة البراءة نقترب من مرحلة العناق والاحتضان والاعتراف الوطني. وقت ذلك يمكننا. طيب ما السبيل إلى ذلك من وجهة نظرك؟ الحلول الديمقراطية الحقيقية، الديمقراطية اللي مو على مقاسي ومقاسك، على مقاس القوانين والشرائع الدولية، على مقاس سوريا، على مقاس جزء من سوريا، على مقاس القانون الدولي، على الشرائع الدولية. كل هذه سوريا اللي موقع على الميثاق
الأمم المتحدة، عضو في الأمم المتحدة منذ مرحلة التأسيس. كلنا إذا اتفقنا على هذه القوانين وهذه الشرائع التي تحترم الهويات وتعترف بها وتعترف بحقوق الأكراد في أن يكون لهم إقليمهم، في أن يكون لهم هويتهم، في أن يكون لهم اعترافهم بالدستور السوري والتركي والإيراني والعراقي. يعني هلا أنت حاليا وروح قارن واقع كردستان العراق كإقليم بما هو موجود في الأنبار أو في البصرة أو في بغداد كذا. العراقيين صاروا يعني في يوم من الأيام سنة العراق ومناطق الأنبار كانوا يعترضون على الفيدرالية على أساس أنه مشروع انفصالي وما بعرف شو من القصص، وإسرائيل ثانية. الآن ندموا أنه ليش ما كان لهم كمان اقليمهم الفيدرالي وحكومتهم وبرلمان ضمن هذا العراق الاتحادي. طبعا راح تقول لي تجربه فاشله لانه ايران لا تدع العراق يرتاح، لا تريد لهذه التجربه لان تنجح، لانه اذا نجحت هذه التجربه في العراق التجربه الفيدراليه الايرانيين ايضا سيقولون لماذا يعني بلدنا ليس بلد فيدرالي مع وجود التنوع الاثني. تركيا التي كانت تعارض وتناهض وتعمل كل شيء ولا تعترف، الآن اعترفت في نهاية المطاف، اعترفت بإقليم كردستان العراق الفيدرالي، وهنالك قنصلية وهذا اعتراف دبلوماسي بهذا الموضوع. إذا نحن أيضا كسوريين كفانا يعني شيطنة للفيدرالية أو للحكم الذاتي، نعترض على أنظمة الحكم والإدارة الموجودة في هذه الأقاليم. نعم، نعترض على جبهة النصرة الممسكة بخناق إدلب. نعم، نعترض على الفصائل الموالية لتركيا الممسكة بخناق عفرين. نعم، نعترض على حزب العمال الكردستاني الذي استجلب واستورد صراعه مع تركيا إلى الداخل السوري. نعم، نعترض على الكيانات التي تدير هذه المناطق من النظام السوري وجر. لكن الحل الحقيقي وانسجاما مع هذا التنوع الحضاري والإثني والهوياتي التاريخي في سوريا هو النظام يراعي كل هذه التنوعات ويحترمها ويكرسها ويوثقها في الدستور الوطني الديمقراطي. هذا هو الحل. نحن كمثقفين وأدباء ينبغي أن ندفع بهذا الاتجاه، لا أن نشيطن ونشكك بأحلام الآخرين. أن الشعب بأكمله مثلا كيف له أن يحلم يعني بدولة؟ لا يعني ما بعرف يعني كيف يمكن أن نقول للفلسطينيين أنه لا تحلموا بحق العودة أو لا تحلم، خلاص اعترفوا بالواقع الموجود واعترفوا بإسرائيل وخلاص، يعني كفاكم السلطة الوطنية الفلسطينية اللي هي على يعني 20% من مساحة فلسطين التاريخية. لا، مش معقول هذا الكلام. السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير تشتغل هناك، لكن من حق الفلسطيني مثقف أو راعي أو فلاح أو كاتب أو أديب أو فنان أو عامل في الشتات أو في فلسطين أن يحلم بأن يكون له وطن فلسطين من النهر إلى البحر. إلى أي مدى وشنق تشبه القضية الفلسطينية القضية الكردية؟ إلى مدى كبير. المظلومية الدولية، المظلومية كيف إذا مثلا، طبعا أنا كنت حابب إنه ينطرح هيك شيء، كيف ترى تعامل مثلا إقليم كردستان مع إسرائيل مع إنه قضيتهم واحدة هو الفلسطيني؟ يعني ما في شيء غريب بالموضوع ولا؟ طبعا إذا كان الجواب إنه كل العرب أو الخليج يطبع والعرب تطبع، فهذا أعود مرة أخرى للموضوع إنه إذا كان الآخر سيء فهذا لا يعني أن نبرر السوء بحد ذاته. هلا فايز، انت تجري حوار معي ولا مع نفسك؟ يعني تطرح السؤال وتجيب على السؤال؟ لا يعني انا استبق شبه جواب يعني انت تقرا النوايا، انت عم تقرا النوايا انه راح اجاوب على لا، ما راح اجاوبك بهي الاجابه. راح اجيبك باجابه اخرى. وانا عم بقول لك كلام موثق يعني. طيب، اذا كان الاكراد على علاقة وثيقة وطيدة واستراتيجية مع إسرائيل، لماذا كانت منظمة التحرير الفلسطينية تدعم
التيارات الكردية بالمال والسلاح. أنت هذا كلام موثق. كان النظام السوري يدعم التيارات الكردية بالمال والسلاح. لا لا لا، حط النظام السوري على جنب، نحن عم نحكي عن أصحاب القضية. نحن عم نحكي على تيارات متشابهة، يعني موضوع المقاومة وأحزاب المقاومة لا تتشابه في العمل. شوف، هلا أنا مؤيد ومساند للقضية الفلسطينية، لكني لا أزعم أنه أكثر من الفلسطيني، لا. صاحب القضية الأساسية منظمة التحرير وحركة فتح والفصائل الفلسطينية كلها كانت تدعم الفصائل الكردية اللي أنت بتتهمها أو آخرين يتهموها بأنه على علاقة وطيدة. لو كانوا على علاقة وطيدة مع إسرائيل لما دعموا هذه الفصائل. يعني هذا أولا. اثنين، أنا لا أنفي علاقة، مش هذا، لا تأخذ كلامي على أنه أنا أنفي علاقة، لكن المبالغ في هذه العلاقة. تصور لو كان العلاقة مع إسرائيل بنفس المستوى أو على مستوى الضخ الإعلامي والمبالغة. بتعرف أنه كردستان يعني كانت ستصير من الستينات لو إسرائيل فعلا كانت مؤيدة لتشكيل، ما أنتم يعني أو العرب أو بعض العرب أو بعض التيارات العربية تقول إسرائيل ثانية، فمن مصلحة إسرائيل أنه تساوي إسرائيل ثانية وثالثة ورابعة في المنطقة. فليش ما دعمت الطرح والمشروع القومي العربي في والممثل بتيارات وأحزاب كردستان العراق؟ لم تدعمهم. يعني في هنالك شيء مبالغ فيه في هذا الخصوص، مسألة العلاقة. لا، حتى الآن شوف يعني لا يوجد. قبل فترة صار مؤتمر في أربيل التطبيع مع إسرائيل أو هيك شيء، أغلب الشخصيات الموجودة في هذا المؤتمر هن من الشيعة ومن السنة. صار في أربيل لأنه من غير المسموح أنه هذا المؤتمر يعني يعقد في بغداد، وكان يعني أعضاء برلمانيين من البرلمان لكن الناس نسوا، أو الكثيرين الذين هاجموا نسوا أنه هؤلاء هم عرب شيعة والسنة يطالبون بالتطبيع، وتذكروا أنه عقد فقط في أربيل، يعني في وكأنه أربيل هي التي تدعم هذا الطرح. لو طيب أربيل أو قيادة كردستان العراق، من ماذا تخاف فايز؟ منك ومني. يعني بإمكانها تفتح سفارة وتعمل تطبيع مباشر. هلا لاحظنا مثلا لا في امور كثير يعني خارج حساباتنا هاي. يعني البرزاني لما راح طرح مشروع استقلال كردستان عاد مخزيا الى حد ما، ويمكن هذا احد اسباب تركه عاد من وين؟ من وين راح على اسرائيل؟ هو وين راح برزاني؟ ما بعرف. عاد مخزيا. انت قلت لي عاد مخزيا. ولوين راح يعني؟ وين طرح؟ طيب انا ما راح اوقف بالنهايه. لا. برزاني عندما طرح الاستفتاء على الاستقلال، وهذا الاستفتاء منسجم مع الدستور العراقي. إذا أنت مطلع على الدستور العراقي رجع حق الأقاليم في أن تستفتي في مستقبلها. منسجم. ومش بس هيك، في مشاكل اقتصادية، مشاكل على مستوى الإدارة. المادة 140 من الدستور العراقي الحكومة العراقية عطلتها. أمور كثيرة جدا، مشاكل عالقة حتى الآن ما بين طبعا إيران التي تقف خلف التعطيل، لأنه إيران تتحكم بكردستان بالعراق ككل، يعني الحكومة وبرلمان وتشريع. فهذا موضوع آخر. بما مقصدي في هذا الخصوص الموقف الكردي. أنت بتعرف أنه جلال طالباني الرئيس العراقي السابق وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني وأحد القادة الأكراد البارزين والرئيسيين، كان عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكان بيشتغل مع غسان كنفاني في جريدة الهدف. طيب إذا كان هذا الشخص على علاقة مع الإسرائيليين، شلون غسان كنفاني يعني يقبل بأنه يكون أو الجبهة الشعبية جورج حبش كيف يقبل أنه واحد مثل طالباني يكون معه يعني زعيم كردي وقيادي كردي بارز؟ مقصدي هل الضخ أو يعني إن أتاكم فاسق بنبأ فتبينوا،
او الكلام يعني هلا يا هوشنج يا حبيبي، اولا اذكر فقط انه انا الان محاور، انا اطرح عليك اكثر ما ممكن ان لا تتوقع ان يطرح عليك من صديقك او من رفيقك. انا اطرح عليك ما يجب ان يطرح بشكل يعني بعيدا عن الطبطبه والمحاباه. تمام، فلذلك هذا ليس موقفي الى حد ما. انا اطرح ما يجب ان يطرح فقط. تمام، وانا اجيبك ما يملي عليه ضميري وما يملي عليه وعي. جميل، ولكن في احيان كثيره، مثلا انا هون بالمانيا بال 2016 2017 يعني بوقت طرح الاستقلال صارت مجموعه تجمعات كرديه في اكثر من مدينه، مثلا في كولن رفعوا اعلام اسرائيل، رفعوها علنا وحكوها في مؤتمر في مؤتمر الدوحه في قطر، مؤتمر العلاقات العربيه الكرديه. تكلم احد الحضور بشكل واضح: يحق لنا التعامل مع الشيطان لخدمه مصالحنا، فلا تلومونا ان تعاملنا مع اسرائيل. هي امور واضحه، يعني انا ما فيني اجي اقول والله اذا كان هوشنج لا يراها فهذا يعني انها غير موجوده. طيب هوشنج لا يراها، انت كنت بتجمع كولن؟ نعم. انت كنت بتجمع كولن؟ نعم. انا كنت بتجمع كولن، انا كنت موجود في التجمع كولن، واللي رفع وانا كتبت على صفحتي واعترضت بهذا الخصوص، وحتى في المكان النشطاء اللي كانوا بينظموا رحت وحكيت مع الشباب انه يطالعوا هذا واحد ازعر دخل بين الجموع ورفع العلم. ما كان واحد، انا نزلت الصوره وقتها على الفيسبوك كان اكثر من علم. بغض النظر يعني هلا أنا لا مش بغض النظر، لا مش بغض النظر، يعني هلا لا مش بغض النظر. انت لما بتحكي بموضوع لازم تكون على درايه ومتبين. انا على درايه، انا عم بقول لك انا نزلت على الصوره على صفحتي انا كنت من ضمن اللجنه المنظمه للنشاط، انا كنت من ضمن اللجنه المنظمه للنشاط، ورحت عند هذا الشاب واحد ازعر دخل، ما له علاقه بالنشاط اللي رفع العلم الاسرائيلي، ما له علاقه بالنشاط لا من قريب ولا من بعيد نهائيا. هذا الكلام مش صحيح. ثانيا واحد انت حاسب الاكراد على مستوى القيادات. لا انا عم بحكي، انا بقول لك جلال طالباني عضو في الجبهه الشعبيه، لا يا ومنظمه التحرير تدعم مسعود البرزاني بالمال والسلاح. بتقول لي واحد انت ما فيك تحاسبني على موقف بشار، لذلك انا ما فيني احاسبك على موقف البرزاني او موقف اوجلان. انا احاسبك كشخص، او ما احاسبك طبعا، لا يحق لي اصلا ان احاسبك، ولكن انا انتقدك او ارى موقفك كشخص بالنهايه. ما يشوفها ما بيشوف، انا بشوفها. نحن حالات شعبيه يعني بالنهايه، نحن شعب، نحن ناس. شوف، بضدها تتبين الاشياء. نعم، يعني الضد يظهر حسنه، الضد بضدها نعم. تتبين الاشياء. انت تطرح فكره، انا بقول لك انا كنت شاهد عيان وضمن اللجنه التنظيميه، ورحت لما شفت العلم رحت فورا حكيت مع الشباب، طالعوه كم صوره التقطوها وما بعرف شو وصارت مشكله. مشكله في هذاك الوقت. لا تحمل 5-6 آلاف تجمع بشري كردي مسؤوليه انه واحد، وكان واحد يهودي مش كردي كمان، مش كردي، كان واحد يهودي من يهود كردستان العراق، عايش بألمانيا، رفع العلم، اجى ورفع العلم، ما له علاقه بالموضوع يعني في هذا الخصوص يعني. ولما على مستوى المناخ العام انت قارن النخب الكرديه، يعني اذا بدك موقف من اسرائيل روح شوف صفحه مروان علي، روح شوف صفحه جاندوس، صفحه مروان علي مثلا هي صفحه تشبه لحزب الاتحاد العمالي الكردستاني. ما بسمح لك تحكي عن مروان بهذا. لا مو ما تسمح لي، الموضوع ما له علاقه، ما تسمح لي. ما رح نحكي بالموضوع، يعني احنا ما عم نشخصن الامور، بس انا اعرف صفحه مروان علي يعني مثلا. لا فايز، مثال يعني. لا فايز، مش صحيح هذا الكلام. هذا الكلام انت تحاسب عليه. مروان علي زميل في الرابطه، ما بيصير تقول له يشبح،
ما بيصير أنا تقول ما يشبح. هذا ما راح مش مقبول، نناقش نقاش انا وانت حول مش مقبول هذا الكلام. آخرين. موضوع مو مش مقبول تحكي عن زميلك في بث مباشر بتقول يشبح. عندك موقف منه، بتقدم شكوى رسميه لرئيس الرابطه هذا موضوع شخصي. الرابطة. انا لا تشخصن الامور. لو احنا لا في لسنا في صدد شخصنة الامور. انت لما تحكي على زعيمين لك انه يشبح، هذا توصيف سياسي، توصيف اخلاقي، توصيف مهني. اي بس هذا واقع حال. عموما ما بدنا نطلع عن الموضوع الاساسي. لا، انت طلعت من الموضوع الاساسي وكثير. انا طلعت موضوع اساسي كونك ذكرت اشخاص. انت شخصنت الامور بذكر اشخاص، وانا ارد عليك. انا ارد عليك بواقع حال من خلال هذا الاشخاص نفسهم. تابع الاكراد. لا، تابع الاكراد على مستوى النخب. انا كمحاور الان، انت لما تذكر شيء خاطئ من واجبي اني اقول لك انه هذا الشيء خاطئ. هذا الشيء مو صحيح. خاطئ. انا قلت لك تابع، احكم على الاكراد، على نخبهم، على قياداتهم، على كتابهم، على ادبائهم، على فنانيهم. احكم عليهم، مو تشوف لي واحد حكى او رفع علم وتقول لي والله موقف الاكراد هكذا. شوفوا رافعين العلم في تجمع واكراد واسرائيل ومن هالقصص. هي بطلوها، هي القصص يا اخي، بطلوها التعبئه والشحن واقتران ويعني ربط الاكراد باسرائيل يعني امتى فينا نخلص؟ انت عم تسالني امتى تنتهي ثقافه الكراهيه؟ امتى ما بطلت تطرح هيك اسئله راح تتوقف ثقافه الكراهيه. انا عم بطرح عليك الاسئله المطروحه في الشارع، الاسئله اللي كل العالم لازم تطرحها وتنحكى فيها، والاسئله اللي تتوقع من مثقف كردي انه يجيب عليها يعني بحياديه الى حد ما. عموما شوف فايز، قضيه حياديه لما الى حد ما هذا تشكيك. اولا انا مش خايف منك. لي في سوريا يا هوشنج بس لحظه، خليني اقاطعك اجباري هون. انا عم بقول لك هاي الاسئله المفروض تنطرح والمفروض يجاوب عليها. انا ما حكيت عن حوارنا هذا، تمام؟ انا حكيت لك انه هاي الاسئله لازم كانت تنطرح ولازم كان يجاوب عليها بهاي الطريقه وبغيرها من قبل هوشنج غوثي. فهذا ليس تشكيك بهوشنج، ولكن هو توصيف للحاله كحاله عامه يعني. طيب انت طرحت وانا اجبت السؤال. يا سيدي شكرا لاجاباتك ولا لك كمان ولا اسئلتك ايضا. شكرا. ومن الجميل انه يصير هذا الاحتداد يعني حتى في الحوار، لانه هذا يبين انه احنا عم نتناقش بشكل واضح وصريح يعني. الاخوه ايضا يحتد. انا واخوتي احيانا هذا واقعنا اللي انا واصدقائي ايضا احيانا يحتد. انا وابنائي نحتد. انا وزوجتي هذا لا خلاف من طبائع البشر. الخلاف في وجهات نظر لا يفسد القضيه اكيد. بكل تاكيد. يا سيدي كان حوار ممتع وشيق وحاد. أذكر طبعا أنه هوشنج هو عضو في رابطة الصحفيين السوريين، صحفي وكاتب كردي سوري من شمال شرق سوريا، ومن الأصوات المهمة في الحركة الأدبية والثقافية والإعلامية السورية. شكرا لك هوشنج وشكرا لكل الحضور. أهلا وسهلا. أهلا فايز، مرحبا.